الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي إخواني المقبلين على اجتياز مباراة التعليم الابتدائي، أولا وقبل كل شيء سأرحب بكم في قناتي سكينة خوف. إذا في هذه القناة إن شاء الله سنقوم بتقديم مجموعة من التعليمات، النصائح والتوجيهات الخاصة بهذه المباراة، وكذلك تقديم بعض الدروس أو مجموعة من الدروس التي يجب التركيز عليها انطلاقا وذلك من خلال تجربتي المتواضعة. إذا الدروس التي يتم التركيز عليها سنجدها في الامتحانات السنوات الفارطة، أو بالأحرى سنقوم بالاطلاع على مجموعة من الامتحانات ديال السنوات الفارطة، وغادي نقادوهم مجموعين ان شاء الله. من ثم غادي نعرفوا الدروس اللي خاصنا نركزوا عليهم وغادي نعاودوا نقراوهم ان شاء الله. اذا بالنسبه للمواد اللي غادي نطلعوا عليها لاجتياز مباراه التعليم الابتدائي، هي 5 مواد، اللي هي مادات اللغه العربيه، مادات اللغه الفرنسيه، مادات الرياضيات، مادات علوم الحياه والارض والفيزياء، وكذلك مادات علوم التربيه. اذا كل واحد فيكم غادي يكون عنده واحد التساؤل، اللي هو احنا عرفنا المواد اللي غادي نمتحنوا فيهم عفوا، ولكن ما عرفناش الدروس الخاصه بكل ماده. اذا بالنسبه لماده اللغه العربيه، الدروس اللي خاصنا نركزوا عليهم هما اللي كيخصوا المستوى، غادي يطلعوا على مقرر ديال السنه السادسه ابتدائي. كذلك بالنسبه للغه الفرنسيه غادي نطلعوا على مقرر ديال السنه السادسه من التعليم الابتدائي، وغادي نشوفوا الدروس كاملين ان شاء الله واللي غادي نركزوا عليها بالضبط، وغادي نرجعوهم مجموعين. اما فيما يخص ماده الرياضيات غادي نطلعوا على المقرر الذي يخص المستوى الاعدادي، فيه المعادلات، فيه المتراجحات، فيه النظمات، فيه الاعداد الكسريه، يعني كيفاش غنستخدموا العمليات الاربع في الاعداد الكسريه، اللي هي الجمع، الطرح، القسمه والضرب، وكذلك كيفيه اختزال هذه الاعداد الكسريه وتوحيد المقامات. اما فيما يخص الهندسه غادي نتعرفوا او خاصه نركزوا على الحجم، على المحيطات، على المساحات ديال مجموعه من الاشكال الهندسيه بما فيها المثلث، الدائره، المربع، المستطيل، شبه منحرف، المعين، متوازي الاضلاع، متوازي المستطيلات، الدائره، القرص الى فيما يخص مادات علوم الحياه والارض غادي نطلعوا على الدروس اللي هي التربه، التوالد، التنفس والهضم. بالنسبه للتوالد غادي نشوفوا التوالد عند الانسان، التوالد عند الحيوانات، والتوالد عند النبات. اما فيما يخص ماده الفيزياء غادي نركزوا على 3 ديال الدروس اللي هما الحركه، الكهرباء والحواس. واخيرا ماده علوم التربيه. علوم التربيه غادي نشوفوا المفاهيم الكبرى البارزه فقط، هي اللي غادي نشوفوا، ما غاديش نطلعوا على علوم التربيه كامل، لان علوم التربيه هي بحر واسع، ما يمكنش ان نطلعوا عليها كلها. يعني نركزوا على المفاهيم البارزه اللي هي الرؤيه الاستراتيجيه، المخطط الاستعجالي، كاين المنهاج المنقح، كاين الكتاب الابيض، كذلك أساليب التدريس، نظرية التعلم، نظرية النمو إلى غير ذلك. فقط غادي ناخذ المختصر المفيد من هذه المفاهيم الكبرى. إذا هنا أكون قد أنهيت التعريف بقناتي. ما تنسوش الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب، وكذلك تفعيل الجرس ليصلكم أي جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.